ماشي. مش عارف والله اقول ايه ولا اقوله ازاي. مش شغال هو ده. ما متين امي دي شغلانه يا عم والله. والله مش دي. يعني في العموم عاملين ايه؟ وحشتوني والله يا عم. بس لم يعد الزمان كما كان. انا مش عارف هو مش شايف دماغي ولا قصدي وشي ولا في ايه يابا. هو كده يابا. اصحى للكلمات. في مشكلة ان محدش بيسمعني. بسمع الناس كلها ومحدش فكر يسمع او يديني فرصة ان انا اتكلم. ودي مشكلة كبيرة بالنسبة لي دلوقتي بالذات وانا كل حاجة قافلة في وشي. كشركات بقى كبني ادمين كفرص عمالة تضيع كل حاجة. يعني مش فاهم في ايه والله غير السنة اللي تقريبا ضاعت في المعهد. فكل ده عامل كده فيا. مش عارف اعمل ايه. تعالى افضفض لكم شويه. يمكن اصل مين هنا هيقاطعني بقى؟ مفيش حد هيقاطعني. فانا هتكلم. عايزين بقى انتوا تردوا عليا في الكومنتات ماشي. ما تردوش برضو ماشي عادي. ماشي. مبقتش فاهم. مبقتش فاهم مش فاهم ليه مقفله معايا ولا اعرف حتى اكلم مين. فيعني مش عارف انا صح ولا غلط. مش عارف الاشارات من الحسد. مش عارف حاجات كتير اوي. ومش عارف برضه اعرف الحاجات دي منين. فدي مشكلة تانية. يعني تعالوا ابدأ لكم بآخر مشكلة شغلي في طلبات. عملت الحوار ده مرتين. المرتين مع بني ادمين مختلفين كل واحد في منطقة. ماشي. المفروض انك عشان تنزل طلبات بتكلم مشرف والمشرف ده يقول لك تروح للمكتب الفلاني وحوارات كده. ماشي. اول واحد كلمته قلت له محتاج انزل طلبات ومش عارف ايه وكده. قال لي خلاص ماشي تعالى لي في منطقة كده ما علينا. يعني المفروض انها قريبة فانا كنت رايح بالعجلة. فوصلت نص الطريق مثلا وراح الكاوتش قافش والعجلة مش راضية تتحرك. جربت العب في الجنزير العب في الكاوتش هز فيه مش عارف ايه ما فيش. رحت رايح لعجلاتي. جر بقى نص الطريق ده تاني. حته كبيره مش قليله. وقال لي ده الرمان وقع والديسك مش عارف ايه ب 100 جنيه. عملته وخلصت. جيت رايح تاني. رحت في نفس المنطقه. ديب لابس في توك توك فرمل قدامي فجأة. هنا قلت يمكن دي إشارات. طب يا رب إشارة تانية بس تبقى بسيطة وخلاص وأنا هرجع على طول. وصلت أو قبل ما أوصل بشارع يعني لقيت الشارع ده مقفول زحمة. يعني لدرجة إنه مقفول عربيات جاية عكسه وعربيات كده وهو الشارع ضيق أصلا فمقفول. رحت لافف وراجع من شارع تاني بفتح الجي بي اس لقيت الموبايل هنج. الله. الله. انت جاي تهنج ليه دلوقتي بقى؟ استنيت عليه شويه لحد ما ربنا كرمه وفتح. قلت يا رب هروح هناك. لو ما لقيتش الراجل ده خلاص همشي وخلاص كده الشغلانه دي مش جايه معايا سكه. رحت هناك ارن على الراجل يديني مقفول. قلت بس الحمد لله على كده. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله هي اصلا مش جايه معايا سكه. ورحت لفف وراجع تاني وكده زي الفل مية مية. ما استفدتش اي حاجه غير ان انا دفعت 100 جنيه للعجله وخلاص شكرا على كده. الموضوع ده مثلا بقاله 3 اسابيع شهر حاجه كده يعني. اوكي. في الرينج ده. اول امبارح صاحبي قال لي تعالى انزل يا عم تاني وجرب ومش عارف ايه. واداني رقم واحد تاني والواحد التاني ده طلع من منطقة تانية ومش عارف ايه وكده قريبة برضه. بس ده ما رحتلوش. ده رحت له على طول على المكتب اللي في مدينة نصر. بعد ما رحت عشان احضر المحاضرة اول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال فين حسين محمد حسين تحول. قلت له ايوه انا موجود اهو. قال لي طب خد بطاقتك انت ما عندكش فورم على الجروب وكلم المشرف بتاعك. كلمته قال لي اوبا ده كده الصورة ما اتقبلتش خلاص معلش امشي وهنروح له انا وانت يوم تاني. انا ماشي. في ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ هي طلبات دي ايه يا جماعة؟ مش راح اشتغل انا في ناسا يعني عشان يحصل كل ده. بس قلت الحمد لله كده خلاص الشغلانة دي مش جاية معايا سكة. وخلاص اروح اشوف بقى شغلانة تانية. دي كده طلبات. ماشي. جيت كنت هنزل في شركة ميديا برودكشن. ماشي. عليها عندها برامج على اليوتيوب وبتنزل على الانستا وفيس وتيك توك وحاجات كده. اوكي. بتعمل فيديوهات وانا اللي واقف موجود. المهم ان يعني
نفس حوار اليوتيوب ده بس كشركة بقى، وبتجيب ناس وتصور ناس وحاجات كده. اوكي، يعني انا ممكن اروح اتعاقد معاهم ان انا يا جماعه كونتنت كريتور، انا عايزكم تعملوا لي فيديوهات، اروح الاستوديو عندهم يعني يصوروني ويقولوا لي المحتوى قريب للدحيح شويه، بس ما لهمش علاقه بيه يعني. ماشي، قالوا لي هتنزل تريننج شهرين مش هتاخد جنيه، قلت لهم يا جدعان ماشي انا معايا دراسه والمعهد ومش عارف ايه، قلت لهم يا جدعان ماشي انا معاك، لما انا عاوزك نكلمك قلت لهم يا جدعان ماشي انا معاك، لحد هنا حلو وماشي انا معاهم. اجي بقى بعدها بيومين الراجل اللي انا كنت نازل معاه وعملت معاه الانترفيو ومش عارف ايه وكنت هبقى من التيم بتاعه يمشي ويسيب الشركه. الله، في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ مش كده. ماشي، كلمتهم يا جدعان انا معاكم لسه ولا خلاص؟ قالوا لي يا باشا انت معانا لسه والدنيا زي الفل. طب الحمد لله، اروح ما اعملش حاجه او حاجات خفيفه قوي 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 يعني. قالوا لي خد الفيديو ده قصقصه شورتات بس. ده اللي انا عملته يوم كامل 7 ساعات، وانا اللي رايح وراجع مواصلات على حسابي وفطار وغدا وعشاء وكده. بس ماشي، ما عنديش مشكله يا عم. اخش الاول الشغلانه واترستق، بعدين ابقى اشوف دنيتي ايه. اجي اليوم اللي بعده برضه ما بعملش حاجه. الراجل ده رجع تاني، قلت بس ده هيبقى الشغل بقى مية مية ومش عارف ايه، ومن الاخر تاني يوم يسيب الشركه تاني. يا جماعة يا جماعة ما تهزروش، أنا ما صدقت لقيت شركة نفس اللي في دماغي، مش تبع مجال معين، مش عايزة فيديوهات عن حاجة معينة، انتوا شغالين في كله وعايزين ناس بتعمل كل حاجة، وأنا دي لعبتي وده شغلي أهو، الدنيا مية مية. برضه ما عملتش أي حاجة، واليوم اللي بعده ما عملتش أي حاجة، واليوم اللي بعده ما روحتش. بس بعت لهم بقى انتوا لو محتاجيني تاني كلموني ومش عارف ايه، والكلام ده بقى له اسبوع ويوم حاجه كده يعني. لسه مفيش حد اتكلم معايا، ولسه ما اعرفش وضعي معاهم ايه، ولسه بشوف شركات تانية بقى او اي حاجه تانية. وده اللي خلاني اصلا انزل طلبات عشان ابقى سهل في لو عاوز امشي واجي وحاجات كده، فاهم؟ مشيتش معايا، فانا مش فاهم اروح فين ولا اجي منين ولا اعمل ايه ولا اقول الكلام ده اصلا لمين. عشان كده بعمل الفيديو اللي اسمه لسه ما استقرتش على اسمه، بس بشوف يعني. دي كده مشكلة الشغل او مشكلتين من مشاكل الشغل، ان انا مش لاقي الشغلانة اللي انا انزلها اصلا، فاهم؟ وايه تاني تقريبا بس دلوقتي ده حاليا الوضع الحالي. مش فاهم اللي انا قلته ده بس تمام يعني. بس مش عارف بقى تشوفني امتى تاني، ومش عارف انا المفروض اعمل ايه، ومش عارف المفروض مين يسمعني او اكلم مين. مش عارف. فكك يا عم، كبر دماغك.